السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا واللي هو الحفظ. أكيد قبل كده أنت حاولت تذاكر حاجة معينة أو تتدرب على مهارة معينة، وبعد فترة سواء يوم يومين ثلاثة لقيت نفسك تنسى المعلومة دي أو المهارة دي. طبعا مع كم المعلومات اللي بتحاط بيها في اليوم أو مع الوقت بتلاقيك مشتت، مش عارف تذاكر ايه ولا تعمل ايه ولا تهبب ايه، فبتلاقيك بتنسى. ففي الفيديو ده بكل بساطه احنا هنتكلم ازاي نحل المشكله ديت، وفي نفس الوقت هنتكلم على تول حلوه هتساعدنا اننا نطبق الكلام دوت بشكل اسهل. فيلا بينا. دلوقتي هنتكلم ازاي نحل المشكله دي بشكل عام من غير اي تولز ولا اي حاجه. ففي البدايه انت عشان تعرف ازاي تحل المشكله دي انت محتاج تعرف حاجتين. فاول حاجه هي السبيسد ريبيتيشن. ايه هي السبيسد ريبيتيشن؟ هي انك تراجع على المعلومه او المهاره بتاعتك في فترات متباعده. يعني ايه؟ مثلا انت كان عندك مهاره او معلومه ذاكرتها في اول يوم، تمام، اليوم الاولاني، بعديها انت ممكن تذاكرها تراجع المعلومه دي بالاصح اليوم اللي بعديه، وبعديها مثلا بعديها بيومين مش يوم واحد راجع على نفس المعلومه او المهاره، بعديها مثلا 3 ايام، بعديها 4، وهكذا. كل مره تقعد تزود الفتره. ليه تعمل كده؟ الحكمه هنشوف الموضوع ده حالا. فدلوقتي ازاي السبيسد ريبيتيشن ممكن يساعدنا بالحركه دي؟ عشان نعرف الحته دي لازم نعرف حاجه تانية، واللي هي تاني حاجه اللي هي الفورجيتنج كيرف. ايه الفورجيتنج كيرف ده؟ هو منحنى بيوريك النسبه بتاعه تذكرك للمهاره او للمعلومه بالنسبه للزمن اللي عدى عليها. يعني ايه؟ لو ادينا مثال بسيط، قلنا مثلا انك اتدربت على مهاره معينه او ذاكرت على معلومه معينه في اول يوم ليك، جه تاني يوم انت ما بصيتش عليها ولا عملت فيها اي حاجه، لقيت نفسك نسيتها مثلا 30%. قول يجي 3 يوم برضه نفس الحكايه، ما مطنشها، لقيت نفسك نسيتها 50% مثلا، وهكذا، ويستمر الوضع ليه ما تنساها كلها. فهو ده الفورجيتنج كيرف. مع مرور الوقت المعلومه او المهاره بتلاقيك ابتدت تنساها بالتدريج. فهنا يجي دور السبيسد ريبيتيشن. فبالسبيس ريبيتيشن مبدئيا انت كل مره بتراجع، فده هيساعدك انك ما تنساش الحاجه، على عكس لما انت تسيبها على الاخر من غير ما تراجعها ولا تعمل فيها اي حاجه. بس برضو ايه الحكمه اني اعمل مراجعه على فترات متباعده؟ انت كل مره لما تيجي تراجع على حاجه كل ما الفتره اللي انت بتحتاجها عشان تنسى المعلومه دي او المهاره بيزيد. يعني مثلا انت اول مره ذاكرتها في البدايه ممكن بعد يوم لو انت ما راجعتش عليها هتلاقيك ابتديت تنساها، فانت تراجعها بعد اليوم. ممكن بعديها بقى تحتاج يومين او اكتر عشان تنساها، فانت بقى بعد يومين او 3 تروح تراجع عليها، مش بعديها بيوم تاني تقوم مراجع. كده انت بتضيع وقتك على الفاضي، ولو المعلومات بقت كتير جدا استحاله تراجع على كل ده في يوم واحد، انت هتضيع وقتك كله. فهنا بقى بيجي ايه الفترات، المراجعه على فترات متباعده. كده انت مش بتضيع وقتك على الفاضي وفي نفس الوقت بتفضل فاكر المعلومه. فلو رجعنا للكيرف بتاع المره اللي فاتت اللي هو الفورجيتنج كيرف، هتلاقي ان كل مره احنا بنراجع الكيرف بيتسطح اكتر وبيتمد الفتره اطول. هنا بقى الميزه بقى في السبيس ريبيتيشن، كل ريفيو انت بتعمله كل مراجعه كل ما الفتره اللي تحتاجها عشان تنسى المعلومه ديت بيزيد. دلوقتي انت بقى عندك نظره عامه ازاي ممكن تحل المشكله ديت، بس هل في اداه او تول معينه ممكن تساهم انها تسهل عليك الموضوع ده؟ واحب اقول لك في الفيديو ده احنا هنتكلم على اداه جميله اسمها انكي. انا هقول لك بس البيسكس بتاعها. انكي دي فيها كميه فيوتشرز وحاجات كتير جدا ما شاء الله يعني، بس انا هوريك بس البيسكس وممكن مستقبلا ابقى اوري بقيه الحاجات. فيلا بينا. دلوقتي هنتكلم على التول اللي اسمها انكي. هحط لكم الرابط بتاع الموقع بتاعها في الديسكريبشن، هتنزله تحت اهو، هتلاقوا الداونلود سواء للويندوز او الماك او اللينكس. انكي بينزل على الايفون والاندرويد برضو، بس على حد علمي الايفون بفلوس للاسف يعني، بس الاندرويد مجاني. فبعد ما تحملوها تسطبوا عادي زي اي برنامج. دلوقتي لما تيجوا تفتحوها هيفتح معاك القائمه ديت اللي فيها الاكونتات بتاعتك. انا اوريدي عندي اكونت، بس احنا هنعمل اكونت جديد ونمشي حته حته. فهنقول له اد اكونت، مثلا نسميه، انا هسميه تم عشان بعدين ابقى امسحه. بعديها تحدد على الاكونت عادي اوبن، يعني مفيش حاجه صعبه لحد دلوقتي. تمام، حلو. اكونت اهو فتح معاك. ففي البداية قبل ما تعمل أي حاجة لازم تعمل حساب على موقع أنكي، بحيث إنك تقدر تعمل مزامنة. يعني هتتك على ساين أب من هنا، هيفتح لك الصفحة بتاعت الموقع أهو، تقوم عامل أكونت. ليه؟ مبدئيا تقدر تستخدم أنكي على الويب برضو، ده حاجة تانية. لما تيجي تعمل مزامنة ما بين اللي موجود عندك هنا وما بين اللي في الموقع، لو أنت نزلته مثلا على الموبايل تقدر تسجل بنفس الحساب، واللي عملته هنا هيجي لك في الموبايل، واللي تعمله في الموبايل هيجي لك هنا. فانت فاهم يعني، معاك كده تقدر تستخدم انكي على كذا حاجه في نفس الوقت. فالموضوع يعني حلو جدا. فسجل حسابك واعمل براحتك واعمل اللي انت عاوزه وبس، ويقوم مسجل معاك. ده اول حاجه تعملها. فدلوقتي قبل ما نبتدي نشتغل فيه، انا ما قلتلكمش انكي بيشتغل ازاي.
انكي بكل بساطه بيبقى عندك ديكس اللي هي ممكن تقول كونتينرز بتحتوي فلاش كاردز. الفلاش كارد هي ورقه بتكتب في الوش بتاعها سؤال انت عايز تساله، وفي الظهر تكتب الجواب بتاع السؤال ده. فانت بتمسك الكارت وتشوف الوش بتاعه وتشوف السؤال، وبعديها بتجاوب مع نفسك، وبعدين بتلف بقى وتشوف الجواب بتاعه. دي الفلاش كاردز. فانكي بيشتغل بالطريقه دي، وعنده انواع كتير من الفلاش كاردز. فعموما في البدايه انت بتعمل داك اللي هي كونتينر زي ما قلت لكم بتحتوي ايه الفلاش كاردز. مثلا احنا هنعمل واحده للانجليزي، مثلا نقول انجلش، تمام، بالطريقه دي. تعمل كريت داك وتقوم ايه عاملها. دلوقتي انت عملت داك، انت دلوقتي عايز تضيف جواها ايه كاردز. هتتك على زرار الاد، هيفتح لك المنيو ديت عشان ايه تقدر تضيف ايه الكاردز فيها. بس انا ارجح انك تخش جوه الداك ذات نفسها، عشان ايه بدل ما توجع دماغك وتروح تدور مثلا يبقى عندك كميه داكس ومعرفش انت هتقعد تدور عليهم. هنا تحاول تدور على اللي انت عايز تضيف فيها. من هنا بتختار يعني الداك اللي انت عايز تضيف فيها الكارد دوت. فانت يستحسن انك تخش في البتاع يعني من هنا او براحتك، يعني كله ماشي. تتك اد فهو اوتوماتيك بيحطها لك يعني اللي انت داخل فيها، تمام. هنا انت عندك نوع الكارت اللي انت عايز تضيفه. احنا قلنا دلوقتي عندنا كذا نوع. حاليا انكي باي ديفولت عنده النوع ده وده 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 دوت. انا ضايفه من عندي. انت ممكن تضيف انواع كروت ناس ضايفينهم، ناس اللي هي عاملاهم، او ممكن تعمل نوع خاص بيك، تمام. انا هتكلم عن الموضوع ده مش في الفيديو ده بصراحه، عشان الفيديو هيطول كده جامد في فيديو تاني. فحاليا خلينا باول نوع كارت اللي هو الطبيعي اللي هو فيه وش وظهر. تقرا الوش السؤال والظهر هو الجواب، تمام. ده هو البيسك، وهنشوفهم كلهم طبعا في اي لحظه. عندك الكلام ده كله هنا، ده تبع الاضافات ومعرفش انك تضيف تعدل في كارت او تضيف كارت ومعرفش، فمش هنتكلم على الحاجات ديت بقى. لو انت اشتغلت ببورد قبل كده او اي حاجه شبهه هتلاقي الكلام دوت، اللي هو انت عايز تخلي الخط بولد تحدد عليه، عايز تخليه ايتاليك، عايز تخليه عنده اندرلاين، عايز تخليه بيسموها ايوه سوبر سكريبت ديت اللي هي كانها اس، يعني تقول مثلا 2 اس 2 او سب سكريبت، مش كده؟ سب سكريبت الحاجات ديت. عايز تشيل الفورماتنج منهم، عايز تخليها unordered list. يعني الحاجات دي انا مش هتكلم عليها عشان في غنى يعني بصراحه، حاجات بسيطه، تمام. انا هتكلم بقى ازاي دلوقتي تضيف الكارت. ففي البدايه انت عندك 2 فيلدز، واحد للفرونت اللي هو السؤال، وواحد للباك اللي هو الجواب. حلو. انا مثلا هقول له جيم، واقول له الباك اقول له لعبه. انا دلوقتي بسال نفسي سؤال في ايه معنى كلمه جيم، مثلا جيم معنى ايه، فالجواب بقى ايه بقى ترجمتها بالعربي. فانت كده عملت كارت. هتروح اعمل ايه متك على اد بس، بيقول لك ايه الكارت اتضاف. عايز تضيف براحتك بقى كروت زي ما انت عاوز كده، انت تضيف كارت بكل بساطه. فلو جينا قفلنا كده بصوا هنلاقوا ايه في نيو كارد اتضاف، وفي ليرنينج، وفي تو ريفيو. هنتكلم على الحته دي برضو هي انكي بيبقى ماشي ازاي وكده. فدلوقتي بقى المهم انت دلوقتي ضفت كروت، حتى لما تيجي لما تيجي ترجع ورا هنا عشان ترجع للداكس اللي موجودين عندك تعرضهم كلهم اهو. بصوا هتلاقوا الانجليش في نيو كارد اتضاف فيها. انت ممكن تخش فيها دلوقتي تقول له ستادي، حلو، هيقوم جايب لك الكارت اهو، جاب لك الفرونت. تحاول تفتكر بقى الجواب، الجواب كان لعبه، ماشي. تقول له شو ايه شو انسر، هيقوم جايب لك البتاع بكل بساطه. هيجيب لك بقى 4 اوبشنز، فانت بقى تختار بقى على حسب ادائك للكارت ده. هل اجين مره ثانيه، ولا كان صعب، ولا كان حلو، ولا كان سهل، وهكذا. تقول له مثلا جود، هو جابه لي تاني عشان ما فيش غيره. وانا هقول لكم دلوقتي هو بيبقى شغال ازاي، بحيث ان ايه تبقى الدنيا فاهمه. اصل بصوا النيو بقى انتقل لهنا. هنا كان ايه لو انتوا فاكرين كان ليرنينج، ليرنينج، ان الكارت ده دلوقتي اتضاف في السكشن بتاع الليرنينج. الكلام ده بقى هنتكلم فيه حالا. ده البيسكس بتاعه. انا دلوقتي هتكلم على انواع الكروت، وهتكلم لكم الانكي بشكل بسيط، مش هتعمق في هو شغال ازاي، بحيث انكم تبقى فاهمين البروسيس بتاعته شغاله ازاي، واوريكم شويه حاجات بسيطه وبس. دلوقتي هنتكلم على انواع الكروت عشان نبقى عارفينهم كلهم، وبعدين نتكلم زي ما قلت لكم على الحاجات اللي فاضله. انواع الكروت كان عندنا بيسك اللي هو فيه الفرونت والباك، انتوا شفتوه. في بيسك او ريفرسد كارد، ده حرفيا هو البيسك، بس الفرق ايه؟ لو انا مثلا ضفت كلمه زي تورش بالطريقه دي، وضفت في الباك شعله، تمام، حلو. ايه الريفرس دي بتعمل ايه؟ هتضيف لك كارت زي ما البيسك بيعمل، يوريك الفرونت وبعدين يوريك الباك، وفي نفس الوقت هتضيف لك العكس، هتوريك مره توريك الباك وانت بقى تحاول تجيب الفرونت. فتعالوا كده نشوف. يعني هتضيف لك كارتين من الاخر. بصوا في 2 نيو. لو جينا نبص تورش معناها شعله، حلو، نقول له جود، جاب لي شعله بقى، جاب لك العكس بقى، هتقول له معناها تورش، وهكذا. دي الريفرس، ده اللي بتعمله. ده حاجه. عندنا برضو اوبشنال ريفرسد كارد، دي هي دي بالظبط، بس الفرق انه بيضيف لك، معلش ما اتكتش عليها كويس، بيضيف لك فيلد تاني. لو كتبت في الفيلد ده اي حاجه هيعمل لك بيسك، وهيضيف لك الريفرسد كارد. يعني هو زي ما تقول بيسالك هل اعمل كارت بيسك عادي واعمل برضو ريفرسد. فلو انت ضفت حاجه في الفيلد ده اي حاجه
هيقوم ضايف لك الريفرسال برضه، فيعني حاجه بسيطه مفيش اي اختراع فيها. في البيسك تايب اند انسر، دي بتعمل ايه؟ لو انت مثلا ضفنا كلمه زي كيد ومعناها طفل، دي بتخليك انت تكتب الجواب بدل ما انت ايه تحاول تقول الجواب مثلا وبعدين تبقى تشوفه، لا انت بتكتب الجواب وبتشوف بقى هل هو صح ولا لا. فتعالوا نبص كده. بصوا كلمه كيد وقال لي ايه، جاب لي انبوت فيلد بحيث اني اقدر اكتب فيه. انا اقول له ايه طفل، بصوا بيعلم لك اخضر. لو انت كنت كتبته غلط حته غلط فيها، ثانيه اوريكم. عملت مثلا كده بصوا هيعلم لك احمر بقى. لو انت كنت بالغلط دوست دي، ثانيه كده دلوقتي انا زقيتها اليوم اللي بعده مش هتجيلي تاني ثانيه كده ضيف واحده تانيه. انا ضفت كارت اهو زياده من رجل اي حاجه. بصوا لو انا مثلا جيت كتبت رجل بعدين كتبت اخر حرف غلط، هيعلمني على اول حرفين اخضر بس اخر حرف انا غلطت فيه، حاجه زي كده. ده ايه بيخليك تكتب الجواب، ممكن تحتاجه برضه في حاجه. اخر حاجه واللي هو اجمد حاجه بصراحه اللي هو الكلوز ده جامد جدا، انا بستخدمه كتير، غالبا ده اللي بستخدمه. بيعمل ايه؟ بكل بساطه انت ممكن مثلا تعمل ايه، تكتب اي حاجه. مثلا احنا نقول my name is عمر مثلا. انا مثلا عندي سؤال طويل، فالسؤال ده ما اعرفش ايه، انا عايز اخبي حته من السؤال ده وانا احاول اتوقع الحته اللي انا مخبيها. فالكلوز ده بيأدي الغرض ازاي بتعملها؟ ممكن من هنا، تمام، او كنترول شيفت سي، ويستحسن انك تعمل بالشورت كات عشان هتعملها كتير. فلما تيجي تعملها بيعمل لك الحركه دي. فتعالوا نبص كده. الباك اكسترا ده زي ما تقول يا دي اكسترا بتبان بعد ما توري الكارت. يعني هوريكم برضو حل. خليني اعدي ديت. بصوا ماي نيم از، فانا هحاول افكر كان ايه في الفراغ ده، كان مكتوب ايه؟ كان عمر. فنبص عمر. شايفين؟ جامده جدا بصراحه، يعني دي بتعجبني فشخ. فممكن تضيف كذا واحده. فمثلا نقول ايه my name is علي مثلا and I am 10 years old، حاجه زي كده. فاحنا ممكن نقول ايه مثلا my name is علي ونقوم معلمين على دي كنترول شيفت سي ونعمل ايه كنترول شيفت. بس ملاحظين حاجه هنا، قال لك سي 1 وهنا سي 2. ده بيحصل ايه؟ لو انا التيكت اد دلوقتي هيضيف لي كارتين، كارت هيبين فيه ده، تمام، وكارت هيبين فيه ده. يعني كارت هيبان كل الكلام ده ما عدا الموجود هنا، وكارت ده مش هيبان بس الفاضل هيبان. طب لو انا مثلا عايز اخبي ده واخبي ده في نفس الوقت، يعني عشان الدنيا تبقى واضحه، انا هضيف بصوا من الكارت ده سي 1 وسي 2 واقول له اد، وهضيف كارت تاني وهخلي مثلا بدل علي اقول له محمد، تمام، واخلي عنده 20 مثلا، واخلي هنا سي 1، تمام، واقول له اد. بصوا ما هيحصل ايه؟ قال لك ماي نيم از بعدين انا عندي 18 سنه. شايفين عمل ايه؟ خبالي اول حته بس. فلو جينا عملنا كده هيوريني عندي عالي. ده الكارت اللي انا عملت له الاثنين سي 1. بصوا مخباهم هم الاثنين، عملهم كارت واحد. فبصوا انا اسمي محمد وعندي 20 سنه وهكذا. بالنسبه للكارت بتاع علي عمل الحته الثانيه اللي هي بتاعت السن، عملها في كارت تاني لوحده. فدي طريقه ودي طريقه. لو حبيت تعمل كذا كارت تقسمها على كروت كتير انت براحتك، حبيت تعملها كلها في كارت واحد برضه براحتك، كله شغال. ده الكلوزر جامد جدا بصراحه، يعني انا غالبا ده اللي بستخدمه. فانت حر، حبيت تستخدم ده، حبيت تستخدم ده، حبيت ده، حبيت تبقى تنزل حاجات تانية وتزود من عندك زي مثلا انا نزلت دوت. هبقى اوري الكلام ده بعدين طبعا مش دلوقتي. فده كان اول حاجه معانا اللي هي انواع الكروت، وهنخش في اللي بعده دلوقتي. تاني جزئيه معانا اللي هي البروسيس بتاع انكي اللي بيبقى شغال بيها. دلوقتي اوريكم حاجه قبل ما نخش في الموضوع ده. انت ممكن تتك على براوز من هنا، تمام، بيعرض لك كل الايه الديكس والحاجات. بصوا خليني اقفل الكلام ده اهو. عندنا الانجليش، وتقدر تشوف الكاردز اللي انت ضايفهم. معرفش انا هحذفهم كلهم، انا حددت عليهم وعلى حسب ما انا فاكر تتك على نوتس وتقول له ديليت. انا هحذفهم كلهم بس عشان ايه ننظف الدنيا. انا هضيف كارت جديد، ماشي، بيسك عادي. هقول له جيم لعبه زي ما كنا عملنا قبل كده عادي مش مهم. انا لما ضفت الكارت ده حصل ايه؟ عمل لي كارت جديد في النيو. انت بقى في البدايه بيبقى عندك الكروت كلها بتتحط في الكروت الجديده. النيو اللي هي الكروت بقى ايه اللي انت لسه ما اتعلمتهاش، لسه جديده عليك، لسه انت ما شيكتش عليها، تمام. بعد ما تعمل ريفيو او يعني بالاصح انك تشيك على الكارت دوت اهو. في الحاله دي انا ذاكرته، بيتحط الكارت في الليرنينج اللي هو بتاع الاحمر ده. فازاي الموضوع ده بيتحدد بالكلام دوت. عندك اجين، عندك هارد، وعندك جود، وعندك ايه. الكلام ده بيعمل ايه قبل ما نخش في اخر جزئيه اللي هي ديت اللي هو تو ريفيو. انت لما تيجي تعمل ريفيو للكارت بيبقى عندك اجين
وبيبقى عندك هارد وبيبقى عندك جود وعندك ايزي. اجين هيعرضه لك تاني بعد فتره بعيده يعني فتره قريبه. فانت لو مثلا كان عندك 10 كروت وما اعرفش ايه، فممكن مثلا يوريك كارت او كارتين ويجيبه لك تاني. هارد هيزود المده سنه. بالنسبه للجود، الوقت اللي انت خدته عشان تعمل ريفيو للكارت ده، مثلا حاطط يوم عشان ايه تعمل ريفيو للكارت ده، فيعني بعد يوم هتعمل ريفيو للكارت ده تاني، ده هيجيب لك مرتين ونص المره اللي انت كنت عملت فيها ريفيو. يعني في الحاله دي بعد يومين ونص هيجيب لك الكارت تاني. ده الجود اللي بيعمله. بالنسبه للايزي بيعمل برضه نفس الحكايه بتاعت الجود بس بمده ابعد. بصوا هيبعد له 4 ايام، فبعد 4 ايام الكارت ده هيجي لي تاني. طبعا الكلام ده كله تقدر تعدل عليه، تقدر تعدل على الوقت وتقدر تعدل على البتاع وعلى النسبه وكل الكلام ده، بس ده طبعا مش هنوريه في الفيديو ده عشان هنخش في حاجات تانية. انت ممكن عارف ايه تركز على الجود والاجان، الاثنين دول هيقضوا معاك الوضع. انا دايما بستخدمهم. ما عرفتش الكارت دوس اجان، عرفت الكارت دوس جود. بلاش تعمل ايزي عشان هتبعد الكارت جدا جدا عنك وممكن تنساه، والهارد برضه هيشيلك، هيبقى على الفاضي. فلو لقيت نفسك نسيته اعمل اجان او جود. ففي الحاله دي لو انا عملت جود الكارت اتضاف في الليرنينج، عشان كده انا اوريدي ذاكرته قبل كده فهو اتحط في الليرنينج. في تالت خيار معانا اللي هو الريفيو، بيبقى عندنا نوعين كروت، عندنا اليونج وعندنا الماتشور. اليونج اللي هي الكروت اللي ايه بقالهم تحت ال 21 يوم، يعني مده الريفيو بتاعتهم اقل من 21 يوم، يعني ممكن يفضل لهم 15 يوم 13 يوم اسبوع حاجه زي كده وتعمل لهم ريفيو تاني. اما الماتشور بقى اللي هو فوق ال 21 يوم. واليونج بيبتدي من يوم واحد، من يوم واحد الى حد 21 يوم. في الحاله دي احنا اول حاجه كان قال لنا ايه 10 دقائق، فمفيش غير الكارت ده فهو جابه لي تاني. انت فاهم؟ يعني هو مفيش فايده يعني. فانا لو عملت له ريفيو تاني هيقول لي ايه، هقول له جود، هيعمل يجيبوا لي بعد ايه 1 داي. بصوا اختفى، قال لي خلاص انت خلصت للنهارده مفيش اي حاجه. لو انا جيت بكره بقى اليوم اللي بعده هتلاقي بقى الكارت ظهر هنا، قال لي ايه كارت اني اعمل له ريفيو، تمام؟ فهتلاقيه متضاف معاك هنا. اخر حاجه انا عايز اقولها، فبس يعني هي كده البروسيس بتاعت انكي. انت بقى تحاول تركز بقى انك تعمل كروت حلوه تبقى متظبطه وتقعد تتدرب عليها، ومفيش يعني زي ما تقول قانون محدد او طريقه معينه او يعني تكنيك معين تمشي عليه، عشان يعني زي ما تقول كل واحد بيبقى عنده الحاجه اللي هو بيذاكرها. انت ممكن مثلا بتذاكر بيه انجليزي او ممكن بتذاكر بيه ما اعرفش ماده بتاع، انت فاهم؟ فكل حاجه ويعني كل واحد وتفضيلاته اللي بيبقى ماشي فيها. فانت بقى ايه اقعد اتدرب عليه واشتغل وجرب وشوف حاجه ما عجبتكش عدل وهكذا. وانا ان شاء الله هبقى اعمل كام فيديو بعدين على بقيه الحاجات زي الاد اونز، انك تضيف انواع كروت جديده او انك تضيف ديك من عند واحد تاني، ممكن تاخدها من عند واحد وتقوم ضايفها عندك وتستخدمها، او انت تعمل كارد جديد وحاجات وهكذا وهكذا. بس ده البيسكس بتاعه. فبس اتمنى يعني اني اكون فدتكم بحاجه او حاجتين يعني، والسلام عليكم.